وغيره. ما تقارنش مدينه نازل فيها اول مرحله 2000 فدان بمشروع كوزي بالنسبه لها 250 فدان 300 فدان يا سيدي. يا سلام لو كان 150 فدان مع ديفلوبر قوي، وتقول لي ان انا لو اشتريت في مدن ده انا سهل جدا ابيع، اخرج بيك واروح بيك. سام طلعت مصطفى المحرك القوي الخطير اللي ممكن نقول عليه من هنا لبكره قصص النجاح العظيمه، محرك السوق العقاري هو وبعض من المطورين. مساء الخير الناس اللي اشترت السنه اللي فاتت في ساوث ميد، وكل اللي كلمهم باقناع شديد: يا فندم وبيع بالشيك، يا فندم وبيع السنه اللي جايه، يا فندم وبيع بعد 6 شهور. واحنا عمالين نزعق ونقول يا جماعه شكل السوق اتغير من بعد 23. المخزون الدولاري لما دخل وتحققت مصر من النجاح في انخفاض لقيمه العمله، البنك المركزي ادى قرار ان قيمه العمله تنزل، خلاص ما بقاش ب 60 و70، انزل ل 45، طلع تاني 50 ونزل دلوقتي 48. فبقى عندي ستاندرد وريفرنس دولار مستقر عليه بقاله اكتر من 6 شهور او سنه. فبقى مفيش ما يدعو من ان انا ككلاينت متخوف ان الدولار هيطلع او على امل ان الدولار يطلع، فهو الدولار مؤثر في قيمه العقار فابيع، لان انا اشتريت الدولار النهارده ب 50 بقى ب 60، فقيمه الوحده في الديفلوبر زادت، فانا اقدر اعمل فليبنج واوفر برايس. ما بقاش موجود. بفضلك بقى لان انا باخد من كلامكم وبديكم اللي ربنا كرمني بيه من معلومات. باخد من كلامك انه انا هشتري في ساوث ميد، وايه رايك حضرتك انا اشتريت السنه اللي فاتت ساوث ميد، ابيع دلوقتي؟ طب ليه مش راضي يتباع؟ مدينه يا جماعه، انا هقعد ازعق اهو. مدينه 4500 فدان او 5000 فدان مش فاكر كم الف يونتس، كم الف هيشتري، وبغرض ان انت الوحيد اللي ده عشان استثمر فيه وتبيعه او تاجر. كم الف واحد زيك شاري وعايز يبيع وعايز ياجر. فين عامل النضج يتحقق عليه الديماند والسبلاي؟ فين اليونت الوحيده يعني قليل في البروجكت اللي معايا كل الناس تايهه وبتسال عليها؟